مرات بتحس إنك واقف في مكانك وكل حاجة حواليك بتتحرك وإنت مش قادر تتقدم، بتحس إنك مش ماشي في السكة الصحيحة وكل شوية بتسأل نفسك ليه أنا مش قادر أحقق أي حاجة. الفشل شعور صعب جدا ومرات بيكون عندنا إحساس إن كل جهد إحنا بنبذله بيروح على الفاضي، وديت مشاعر طبيعية وكلنا بنمر بيها في مراحل مختلفة من حياتنا. لكن هنا مهم نفهم حاجة، الفشل مش نهاية الطريق، بالعكس هو جزء من الرحلة. فكل واحد فينا عنده ظروفه وتجاربه، لما تقارن نفسك بالناس التانية بتخلي إحساس الفشل إن هو يزيد وبتحس إنك أقل من الناس. بس الحقيقة إن كل واحد عنده تحدياته ومشاكله، والنجاح مش مقياس ثابت، مش كل الناس بتوصل لنفس النتيجة في نفس الوقت. علشان تتعامل مع الإحساس ده جرب إنك تكتب كل حاجة أنت بتفكر فيها. الكتابة بتساعدك إنك تطلع المشاعر اللي جواك وتفهم نفسك أكتر. بعد كده حاول إنك تحدد أهدافك الصغيرة واشتغل عليها واحدة واحدة. فممكن تكون أهدافك بسيطة زي مثلا إنك تقرأ كتاب أو تمارس هواية أنت بتحبها. فكل إنجاز حتى ولو صغير هيخليك تحس بتحسن وبيجربك من الهدف الأكبر. وكمان ما تنساش إنك مش لوحدك، اتكلم مع أصحابك اللي حواليك أو مع عيلتك عن مشاعرك. فالدعم من الناس اللي أنت بتحبهم بيكون له تأثير كبير جدا على النفسية بتاعتك. هما ممكن يكونوا سند ليك ويدعموك في الأوقات الصعبة اللي أنت بتمر بيها. في النهاية يا صاحبي أنت لازم تتذكر إن مشكلتك مش نهاية الطريق، كلنا بنمر بظروف صعبة، لكن المهم إننا نستمر ونكمل. النجاح مش هدف بعيد، هو رحلة مستمرة. فتعلم من الفشل واعتبره فرصة للتطوير. خليك مؤمن بنفسك وابدأ من جديد، لأن كل محاولة بتجربك من حلمك. لو حسيت إن الكلام دوت أثر فيك ما تنساش إنك تسيب لنا رأيك في التعليقات وتبعت الفيديو دوت لحد يكون غالي عندك. ولو محتاج إن حد يساعدك هتلاقيني سايب لك اللينكات بتاع التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو اللي أنت بتسمعه. ما تترددش إنك تكلمنا في أي وقت، هتلاقيني بجاوبك على طول. ما تنساش بقى إنك تشترك في القناة وتعمل لايك الفيديو دوت لو عجبك، وتشيره عند أصحابك وفعل زر الجرس عشان بننزل موضوعات مهمة. سلام.